الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى مصنف يقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله جاوية وشو حمدي يقول تبشرا. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل أزاز بحمديتكم تبليك وصلاة دينم يعني تحاليك وصلاة دينم سيد محمد صلى الله عليه وسلم كوجي محمد جي قنجي بيخنبري كواتي شامل. تمام. افتتح المصنف نظمه ببسم الله الرحمن الرحيم. مصنف نصب أخو يعني منظومة أخو بسم الله أسبيك بسم الله الرحمن الرحيم يقول شما وريكر اقتداء اتباع كلية بالكتاب العزيز كتاب عزيز يعني القرآن شو القرآن سريبي بسم الله الرحمن الرحيم. هم ده وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع رسول الله كلية رسول الله يقول رسول الله كلية فإنه كان يفتتح كتبه ورسائله بالبسملة مكتوب أخو رسالة أخو كتشان بسملة دس بيتكر بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في كتاب صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وغير مثلا عظيم الروم بزني رومي بهرقل ياس كده بسم الله ياس يكجي يعني سببك دينيجي افتتح وعملا بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فهم عمل كلية بتشيك رسول الله هاتيه أنه قال رسول الله قوتيه. تمام. يعني وأنه يعني من أنه يعني يعني بيان ما أساس بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أنه قال يعني أو ما ورد أفهم يعني يوجد حذف حرف الجر من أن وأن من أن وأن قياس. قال قوتي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطعه شقا إيشي خوي قيمات ونيدا سبيكرين بسم الله الرحمن الرحيم أو بركته وكيمة. تمام. والمعنى أنه ناقص قليل الخير والبركة يعني كيمة وخير وبركته ويجي عندك إجبو يازي بسم الله قوتي ثم بشرى ثنى بالحمد لله داس بحمد خدا كريم نوري اوج ما حمد قوتي اوج اختام بالكتاب العزيز ايضا سا اختدا كريه يعني شكون رهبر اخو قران زانبيه القران سري الحمد لله يعني القران داس بكرنا ويا او ان قران نزولي داس بكرنا ويا قرونشتيه بأوي الحمد لله داس بكر نوري حيث جعلت فاتحة سورة الحمد شيء فاتحة قرآني يعني ده أو جمع ده أو سورة حمد ده حسب نزول فاتحة حسب جمع خلق القرآن ترتيبه. تمام. ترتيب القرآن النزولي وعملا بما دلت عليه الآيات القرآنية هم ده جوا عمل كنا بتشوف دراسة آيات القرآن في بيت شيء مثلا وما دلت مثل من أن الله مثل من يقوتيها من أن الله تعالى قد بدأ الأمور العظام التكوينية والتشريعية بالحمد فضاء تعالى أمر مزن شيء بالي كائنات ابن شيء بالي يصاي ابن حمد دسبيكية مثلا قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد جو خداي دابه وأسمانا وأرضي شكرية أو تعريبونا أو رونية شكرية جعل سمانا خلقه مثلا أمور عظام بالفانا وتكوينينه نعود نتشعينه الآيته كان بيجي الآية نبيجي الآيتي يعني تميم الآية فأنا بين الآيتين يعني بين آخر الآيتي على بين وردك يعني شيء ورا نحوي يعني شيء شو حذف حرف الجر ما يقول سر أنه أنك قياسية وكيدني يا ضرورة يا سماعه جيك مثلا في المقارنة بينه فحسبي الآيتين تميم الآيتين أما عامل مفعولة برد حسبي يعني المفروض منه عامل حسبي تميم الآية اقرأ الآية كبي وريتك ور يعني بنيتها إلى آخر الآية إعرابتك نزان يعني قاعدين نحوين زان فهذا مثل دليل على بدء أمر تكويني بالحمد الدليل لا سدس بيكنا أمر تكويني بحمدك يا رب العالمين أفجي بي عمل كريا أفجي إيش كتك وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب حمد خداي رابع كو داخس سر عبده خو كتابي ولم يجعل له عوجا وتقاريت ذا جنكتي الآيات تديج بجماعة بيفتايت كان بيجي الآيات يبقى ما قبل تثبيت خيريتي أو ورينا قلت أو إلى آخر الآيات قلت فهذا دليل على بدء أمر التشريع وإنزال كتاب الحمد طبعا الدليل سدس بكنا أمر يا سما
وإنزال كتابه يعني داخسنا كتابه بحمده نوري طبي أفتدي قلت كتاب ده تشريحي لو ما يوصل أساس أشخص في الدليل تشريحي نقول أقيم الصلاة وعملا بما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود حمده شو عمل كنا بو بيتشتك فاتية ده حديثة أبو داود رواية كده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قوتية أبو هريرة قوتية نوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذب شخص كلام خبردانا كنه دست بكن تلا بحمد خدا أو أجزمه يعني بركتوي جيب هذا لفظ أبي داود لفظ أبي داود هاي ورواه النسائي بن حبان في صحيحه وابن ماجه في كتاب النكاح جاء تابع النسائي وابن حبان صحيح ابن حبان هي وابن خزيمة وابن حبان صحيح وان هنا عظيم البلاد لأنه بقول أنا الأنواع التقسيم تشكيورية الأنواع التقسيم تشكيورية وابن خزيمة يخذ بصحيح ابن خزيمة وابن ماجه في كتاب النكاح قسمي من سنن كتاب سنن ابن ماجه بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع بلفظ كل شقاء أمر خوي قيمات بدأ دست كلمة حمدي أوجي أقطع يعني ناقصة قليل البركة قال العلامة السندي قوتيه هذا الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي قوتيه فتحصيل ذاك أي حمدها وكذلك رمى السوتي راح سوتي إشارة كبال فستايو يا قوتيه قالك إحتراس كنبانا ضربيش ما حد يصير بحد يجمع ضعيف تمام ثم أتبع البسملة بشرى مصنفة من دو بسملة آني والحمد لله ودو حمد لله شاني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كسر بخمر أبدأ بالحمد مصليا على عملا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم عمل كنا بتصفاتيه ولكن رسول الله قوتيه أنه قال رسول الله قوتيه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أخطأه شقات تشتي خوي قيبات من هات بدس بيكلم بي بحمد خدا وبصلاة سلمن أو أخطأه أبترى ممحوق من كل بركة نوري تمام بركته خاطئ محوق يعني بركته ده نماي وقال فيه إنه غريب انت الذي تدري إسماعيل من الحاصل يعقب هذا ضعيف يمكن كلها مشهورة من ضعفيه والمجاهيل تمام هي ضعيفة وبما روي عن ابي هريره رضي الله عنه همدا عمل كده بسيكوتي رواتي ابو هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قلت من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في هذا الكتاب كي صلاة تسلم الكتاب كده ملائكة دفجي برنادن هي جرى استغفار كن طلب عفو جناهي بيتكن حتى انك نافهم دو كتاب ده هذا صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وإن كان ضعيفا أو ضعيفا يمكن ولذلك في قاسي قال الإمام الشافعي رضي الله عنه قوتية الإمام الشافعي أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل يوم طلبه أجد خوازن يعني أحس لكن الشخص بشتي يعني بري خطبة يعني باشخاخ يا كتابي مثلا يجي خطبة كي بقينه وشقات شيء طلبك أحس لكم شو تقديم بك حمد الله تعالى أو الحمد خدا بك والثناء عليه وسي خطاب ده سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام وفي إتيان أفقديا وفي إتيان المصنف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا آنينا مصنف والصلاة السر في خمبر صلى الله عليه وسلم آني بعد الحمد لله بشتي حمدي تيدا هي تقديمه تيدا هي خبري في تاني خبري تقديم الشكر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه تقديم الشكر كرنا يعني تشكر كرنا رسول الله رب صلاة السري بعد أن شكر الله تعالى بالحمد لله سبحانه بيشتك شكر كناش قدارة شكر قدارة بحمد شير وذلك سببه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هدى الناس بإذن الله تعالى من الضلالة يعني شو عم شير شكرتكن رسول الله çünkü ev insana خلاص كريه بإذن خدا tabi ضلالته خرابيش بيسيتيه وأنقذهم
وخلاص كده من ظلمة الجهالة ظلمة تعرفون جهالتي إلى نور الحق بل رونكايا حقي والحكمة حكمتي والعلم علمي والمعرفة زانبوني. قال تعالى ماذا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية كبال ريا راست صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض رياوي خداي وتشتي آسمان وأرض تثقيوي الآية. وقال تعالى سأخذ تعالى قلت يا كتاب أنزلناه إليك في كتابك يا مشترى نازل كريه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. شوفت إنسان درخي تعرفون بار رونكاي بإذن ربي بسبب إذن ربي أخوه أو بار رونكاي بدل فيش رونكاي يجي إلى صراط العزيز الحميد بار رياء أو خدايك غالبة سرهت شتيا وتيحن تكرن اشترك مخفات أخوه أو خداجي الله الذي أو خداي له ما في السماوات وما في الأرض شيء عثمان وأرضي إيوينه. مفهوم؟ مهرن عندك موضوع. وأما معنى الصلاة بالنسبة لله تعالى طبعا جات بقول صلاة في جوجة معناه ويجي بيجي دي معناه صلاة بالنسبة للخدا فقد ورد عن حبر الأمة ترجمان القرآن جي أو جي عالم مزن جي عالم أمتي مش ترجمان القرآن هاتية أن الصلاة وتي الصلاة من الله تعالى رحمة نورد صلاة خدا اشترف خدا رحمته يعني وقت بقول صلاة خدا تبع يعني رحمة خدا تبع. ومن العبد دعاء جي عبد نوري مثلا صلاة سلفيا فلان كس صلي عليه اشترى بيجي يعني ادعو له. ومن الملائكة طلب مغفرة دعاء أو طلب مغفرة دعاء. وهذا القول قد اشتهر عند المتأخرين طبعا أفضل جمع المتأخرين مشهورة فلا أختصر عليه أمجي فيا تلفزيون بعدا عن الإطالة أمجي أوي جدريش كني دور كثر جود دور كثر جدريش كني. وقد اعترض عليه بقوله تعالى إجا اعتراض كده قلت لكم مثلا مع الصلاة بفهم معناه به يعني مثلا بمعنى جنب خدا بمعنى رحمة بالنسبة للخدا بمعنى رحمة بالنسبة للعذاب بمعنى دعاء بالنسبة لمعنى كمان استغفار أذى. وآية بيجي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أوانا للسروانة اشترف ربي وان صلوات ورحمة يكبع عطف مغايرة الخاصة رحمة عطف صلوات به شو إجا صلاة معنى رحمة نوري الآيتين من الآيتين فإنها فرقت بين الصلاة والرحمة فرقي كريه رمضان كريه شيء كريه باعتبار على العطف يقتضي المغايرة شيء عطف مغايرة يتخاصم فهمت كيف؟ وأجيب عن ذلك يتجاوز بأن الصلاة أخص من مطلق الرحمة قلت أساس صلاة رحمتك خاصة يعني وقع عطف خاصة بسر عم بيجي وجدرناك فعطف العام على الخاص وهذا له فوائد مقررة في كتب البلاغة. الفوائد هنا في كتب البلاغة وقت أنامي ديكي خاصة مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى عطف خاصة بسر عامي نوري جاء فيا بالصلاة أخص من مطلق الرحمة وشاقي عطاء عم في عطاء عامي بسر خاصة أو عطاء خاصة بسر عامي نكتبي هنا مثلا أنامي ديكي سكت يوم قدمت يوم أخذت من البسين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.